نص جنيه، نص جنيه كان سبب انه يلغي موعد المقابله بتاعتي جوا السفاره الامريكيه لنص مليون ولا ألف ولا حتى جنيه كامل. لا، نص جنيه. هي حكايه النص جنيه دي اللي لغى المقابله بتاعتي جوا السفاره الامريكيه، ده اللي هنعرفوه مع بعض النهاردة جوا الحلقه. وقفنا المره اللي فاتت مع بعض لما قلت لكم زوجتي كان في واحده مسنه كبيره بالعمر كانت تساعدها. قالت لي انا موجوده حاليا في التبي وعايزه اروح اشوفها فيس تو فيس، وجها لوجه. طبعا اللي ما يعرفش حكايه الست دي الله يمسيها بالخير، الست دي كانت ست كبيره في السن، وكنت انا دايما بروح على القهوه زي ما انتم عارفين، يعني اللي متابع الحلقات كنت بروح اقعد زي كده، وكانت هي تجي يعني تمر على القهوه، كان في ناس تساعدها وتوقف جنبي. ففي يوم كنت اتصل بالتليفون فيديو مع زوجتي وظهرت في الفيديو، فزوجتي طبعا خذها الفضول وسالتني، قالت لي مين الست دي؟ قلت لها دي واحده والله كبيره في السن وما تيجي دايما في القهوه دي تسترزق. قالت لي يا عصام انا مش عارف ليه ارتحت لها، من لقطه كده شفتها في الفيديو، وهي ارزاق يعني، ربك لما يقسم رزق لحد ما يبعته له لو كان حتى فيا. فالمهم ساعتها قالت لي شوف لي حكايتي، فانا حكيت معاها، الست دي كانت كبيره بالعمر، وسالتها. قالت لي والله انا يعني عايشه في التبي وقاعده في شقه وظروفي صعبه وبالعافيه ما ادفع ايجاري، وحكت لي قصتها. صراحه انا ساعتها قلت لها ان شاء الله ربنا واقف جنبك وفي ناس هتساعدك. طبعا زوجتي كانت تحول لي فلوس ساعتها من امريكي، وكنت اخذ انا صراحه الفلوس دي كل شهر واروح اديها لها، كنت اروح لها جوا ايه الشقه بتاعتي او الغرفه. فلما زوجتي جت تتبي حبت تشوفها. طبعا انا الست دي عرفت عنها معلومات فتره ترددي عليها لما كنت اروح اوديها المبالغ الماليه دي. يعني في ناس قالت لي ده اولادها مش معي يبروها، ومعها ابن صنايعي برضه مش معي يبره، وكانت دايما تتعثر دفع الايجار وكانت ظروفها صعبه. طبعا القصص دي مش هتنتهي، وعقوق الوالدين مش هتنتهي، والناس اللي ما تعمل زي كده ربنا مش معيبرك لها. حتى اخرها قصه الدكتور المصري اللي اكيد كلكم شفتوه على الفيسبوك، ربنا ايه يفرجها عليه ان شاء الله ويهدي اولاده عليه. فزوجتي قالت لي يا عصام طالما انا في التبي عايز اروح اشوفها، قلت لها زي بعض يلا بينا نروح نشوفوها. واحنا وماشيين في الطريق، طبعا طريق التبه زي ما انا قلت لكم طريق طين وتراب وكل ما يلزم، يعني منطقه شعبيه. المهم طبعا زحمي، وكنا ماشيين كده في الشارع، وبالصدفه حصل الموضوع دي، واحده ست كبيره ماشي خبطها توك توك ووقعت على الارض، وسواق التوك توك حب يجري بس الناس وقفته. زوجتي واقفه مصدومه ما تتفرج على المنظر، هي ده يا عصام الولد عايز يمشي وخبط الست والست وقع على الارض. قلت له والله المواقف زي ما تحصل دايما عنديني، طبعا هي عشان امريكا والنظام هنا والوضع. انا لما جيت يعني البلد دي العربيه، طبعا انا ماشي اهو قدامكم في الشارع، لو في عربيه جايه وراي تمشي بعيد عني حوالي 3 متر، تتجنبني تماما لان هنا القانون صعب. فساعتها طبعا الست دي اللي وقعت على الارض الناس اتلمت ومسكوا سواق التوك توك. الست طلع ما فيهاش حي، نفضت هدومها والسواق توكل على الله، والست اياه مشت والحياه عادت كما كانت. زوجتي صراحه قاعده تتفرج مستغربه، كده بالسهل؟ قلت لها ايوه كده بالسهل، احنا ناس متسامحين ومتصالحين مع نفسنا. قالت لي لا يا عصام بس ده حق والواد ده المفروض يتعاقب. قلت لها يا ستي يلا بينا خلينا في طريقنا ونروح نشوف الست نطمنوا عليه اللي انت عايزه تشوفيه. قالت لي خلاص يلا بينا. توكلنا على الله وكملنا في سكتني. طبعا الست دي يا جماعي الفقيره المسني كانت عايشه في دور ارضي تحت الارض، مش دور ارضي تحت الارض جوا الارض، عايز زي تقول قول. احنا وماشيين ساعتها طبعا انا عارف مكاني، قبل ما نوصله وقفنا زي كده العماره عاليه وفي قبو تحت وليه حته سمبله صغيره يعني بمثابه شباك، احنا نقول في الصعيد عليه سمبلي. اول ما وقفنا زي كده قلت لزوجتي شايفه السمبله المفتوحه دي او العين اللي طاله دي؟ شفتوا المساجين لما يكونوا في السجن ويفتحوا لهم عين صغيره زي كده اللي ما تجي في الافلام، نفس القصه. قالت لي اه. قلت لها الست صاحبتنا اللي احنا رايحين نشوفوها عايشه تحت هنا. قالت لي ازاي؟ ده الشارع كله طين وتراب وما يخش عليها من الفتحه دي. قلت لها والله دي حياتها ودي عيشتي. صراحه قعدت تبكي وحزنت، قلت لها ده في ناس عايشه اقل مستوى من كده بكتير. المهم
خدتها برضه لفينا الناحية التاني ورحنا إيه نزلنا نشوفوها. طبعا في سلالم تنزلك لتحت والمدخل مضلم والسلالم خرسانة مكسرة. وصلنا ونزلنا إيه نشوفوا الست المسنة. المدخل ضلمة تحت الأرض قبو. أول ما وصلنا خبطنا على الباب، فتحت الباب ما كانش مصدقة نفسي. عصام، قلت لها مش عصام، ده أنا عصام وفي ناس تانية عايزة أشوفك. قالت لي مين؟ قلت لها زوجتي جت من أمريكا وقاعدة معاي حاليا وحلفتني 100 يمين لازم تجي تشوفك. طارت من الفرح. ساعتها مسكينة كانت قاعدة في الغرفة وحديها، طبعا هي قاعدة وحديها على طول. خدتها بالحضن وزوجتي قاعدة تبكي وصارت مشاعر بينهم يعني. أنا يعني وبعدين دخلنا الغرفة. طبعا يا جماعة الغرفة بتاعتي على اليمين سرير جريد معمول من الجريد، جريد النخل. اللي يعرف الكلام دي زمان حتى الطلبة كانت هي تنام عليها في الجامعات والمدارس، نايمة على سرير جريد والسرير عليه مرتبة يمكن عفى عليها الزمن، لازقي في السرير من كتر الضغط عليها، يعتبر مش مرتبة، وملاي ومخدي، والناحية التاني بوتاجاز وشوية بصل وطماطم، وكان في بلاص مكسور نصيا وموجود فيه هي جوز حمام. انا قلت جوز الحمام ده يا ربي ما تربيه ولا ايه بالضبط، في الاخر قلت كلمة يونسها في الغرفة على صوته يعني. المهم قعدنا عنديه تكلمنا معاه وكانت هي طايرة من الفرحة بزيارة زوجتي لي. واحنا طبعا قاعدين زي كده عمالة تحكي مع زوجتي، والمهم عرضنا عليها فكري، قلنا لها هي رأيك نجيبوا لك خضار طماطم وبطاطس، وبدل ما تلفي كده في الشوارع تتعبي، لا احنا نجيب لك خضار وبطاطس وطماطم وحاجات زي كده وبصل وتبيعيها وتسترزقي منها. قالت لي يا عصام يعني انت ما عارفش التبي؟ قلت لها عارف التبي. قالت لي خلاص حدش هيديني فرصه، اروح فين انا وسط التجار؟ قلت لها يا ستي لو حد كلمك انا موجود. قالت لي انا ما احبش اسبب مشاكل لحد، لا عايزه طماطم ولا عايزه بصل، ولو ما عايزينش تساعدوني ما تساعدونيش. قلت لها والله مش حكايه مساعدة، بس احنا عايزين موضوعك يبقى متيسر ومتوفر. قالت لا انا راضيه بوضعي عقدي، لا عايزه طماطم ولا عايزه بصل ومحدش هيوقف جنبي، وانت عارف التجار وانت فاهم الدنيا، وفعلا الدنيا مش سهله يعني انه انت بالسهل كده تبيع. زوجتي قالت لي عصام ما فيش قانون. قلت لها يا ستي خلي القانون على جنب، هي ما تحكي وعارفه حاجات احنا ما نعرفوهاش بالنسبه انه هي عايشه في التبه من زمان. قالت لي يا عصام دلوقتي انت ان شاء الله قريب هتسافر لزوجتك، يا ترى هتستمروا معاي ولا هتسيبوني؟ صراحه اول ما قالت لي الكلمه دي يعني انا جدا اتاثرت وخفت عليها، يعني ربنا اللي يعلم، وزوجتي برضه نفس النظام قاعد تعيط. قلت لها بصي اللي بعت صورتك في الفيديو الامريكي وزوجتي تشوفك عمره ما هيتخلى عنك. قالت ونعم بالله. قلت لها خلاص ما تشيليش هم، ان شاء الله الامانه كل شهر هتوصلك. خدنا قعدتنا معاهي وطمناها انه احنا ان شاء الله مش هنتخلوا عنها حتى لو انا سافرت، في ناس باذن الله هتنوب عنيني. خدنا بعضيني وطلعنا من عند الست المسنة الكبيرة بالعمر وتوكلنا على الله على فين على معلم نور. كنت متفق معاه ساعتها هو واسرته نروح نقضوا ايه ليله كده في التحرير مع المغربي، كانت يعني قبل غروب الشمس قبل المغرب. خدنا بعضينا ورحنا برضو على نور لقيناهم جاهزين واسرته، وخدنا عربيه وتوكلنا على الله على فين على التحرير. قعدنا طبعا عشيه كامله في التحرير، لب وسوداني وشاي، وكانت ايه اجمل قعده واجمل وينسه صراحه سعيدتي. وكان ولاد نور معانا ومش عارف ايه. بعد ايه خدنا بعضينا ورجعنا على الشقه. تلف الايام بسرعه وتمر ويجي موعد السفر بسرعه، زوجتي خلاص هتتوكل على الله وتطلع على امريكا، ونفس القصه، الحزن والزعل والحسره والغربه كله ده ضارب في مخها. قلت لها يا ستي توكل على الله، ان شاء الله اللي جاي احسن والمسافه قربت وهانت خلاص. ساعتها ايه اتصل علي نور قال لي يا معلم. قلت له نعم. قال هتجوني؟ قلت له ان شاء الله هنجوكم عشان الجماعه عايزين اياه يسلموا عليكم. رحنا برضو، قعدت طبعا سلمت على زوجة نور، وطبعا اصحاب العماره اللي عايش فيها نور ناس كلها قريبه على بعضيها، يعني التبه دي يعتبر صعايده اللي عايشين فيه، يعرفوا كل حاجه. وكانوا يجوا لنور وكانوا يشوفوا زوجتي وصاحبه البيت كانت تشوفها. البيت كله وقف، العماره كلها جات كلهم في شقه نور وسلموا عليه وقلبوها مناحي. قلت يا جماعه ما تصلوا على النبي، صراحه
المصريين عشريين ويحبوا الناس، وزوجتي زيهم حبتهم وتفاعلت معهم وكانوا زعلانين قوي على مشيتي. المهم حاولت الم الدنيا وقلت لنور يلا يا نور خلاص خلينا نتوكل على الله. قال لي ماشي، وتوكلنا على الله على فين؟ على المطار. طبعا اول ما رحنا المطار زي كده وصلنا هناك، مش هكذب عليكم المره دي غير المره اللي فاتت. المره اللي فاتت انا كنت وحدي لما كنت في التحرير وحسيت باغتراب شديد، بس المره دي كان نوري مونسني ولمة التبي، يعني كان الألم أخف علي، بس عليها هي صراحة كان أصعب وكان باين على وشها قوي وكانت خلاص ملت وتعبت. فنحن في الطريق عمالة تبكي، قالت أنا خلاص مليت وما عاد عرفنا متى يخلص التعب دي. قلت لها إن شاء الله يا ستي قريب وإن شاء الله يبعثوا لنا. قالت لي عصام جهز نفسك في أي وقت ممكن يبعثوا لك إيميل تبقى أنت جاهز. قلت لها والله أنا جاهز وعمري ما هتأخر. طبعا المعلم نور رغم الجثة البنيانية بتاعته والمعلمي بس قلبه ابيض وحنين. قال يعني كيف تسافر وحديها دي وتقعد في بلاد برا وغربه قلت له انت مخك راح فين؟ دي عايشه من زمان لي اكثر من 20 سنه. قال لي راي دي واحده ست كتر خيري. طبعا هو عشان هي عربيه وكانت تحكي معنا بالعربي واندمجت مع اسرته وكنا نقعد ونسهر وكده، يعني حس انه زي جماعتنا وكده. قلت له دي متعوده من زمن 20 سنه غربه وخلاص الغربه دي بالنسبه لها ولا حاجه. قال لي يا راجل دي واحده ست، ده انا ديني راجل رحت ليبيا في مره ما قعدتش شهريا وكانت مصاريني وقلبي ما هيتقطع. قلت له سلامة قلبك ابو الصحاب. المهم لما جاءت اللحظه طبعا سلمنا عليه وحطيتها الشنطه وقعدت تعيط، خشت جوا وبرضه نفس نظام بكيه. قلت لها ستي سدي حيلك وربنا ان شاء الله الدنيا تتلم بسرعه. قالت ان شاء الله وخذت بعضها ويا وعدت الناحيه الثانيه. الدنيا بيني وبينكم انا واقف، يعني زي ما قلت لكم المره دي صراحه غير المره فتكون قوي. وقلت طبعا نور معاي والتبه والناس واللمه، يعني غير المره فاتت ما حسيتش باغتراب قوي. هي صراحه كانت متاثره قوي. طبعا المعلم نور واقف جنبي زي كده وزعلان قوي. قال وبعدين يا عص وبعدين في الغربه الله يقطع الغربه. قلت له يا ابوي يا نور خلاص انت جيت وسيني وتوقف جنبي ولا جيت تحزني؟ قال لي حقك علي يا عمدي، يلا بينا يلا يلا. خدنا بعضينا وتوكلنا على الله على فين؟ على التبي. رحنا اياه على قهوة الخديوي وانا نفس القصة رجعت لي التفكيرات تاني وقعدت طبعا برضه افكر مع نفسي شوي. نور طبعا عشان يسحبني من الجو دي قال له بعدين يا عمدي. قلت له قال لي انت ايه الدنيا معك هتمشي ازاي؟ قلت له كيف يعني؟ قال لي يعني الشغل انت سبت شغل السياحي وقاعد حاليا من غير شغل. قلت له والله ربك يفرجي، ربك مش معسيب حد. قال لي خلاص انا اعرف واحد اسمه المعلم زيدان، ايه رايك؟ صنيع سيراميك تشتغلي معاه؟ قلت والله ما عنديش مشكله. قال لي خلاص انا هكلمه النهارده من عشيه وبكره الصبح ان شاء الله بنشوف الدنيا تقابله وتحكي معاه. قلت له زي بعضه. المهم وبالفعل جاء الصبح ثاني يوم اتصل لي علي، طبعا هو كان محدد معاه موعد وجا قابلني المعلم زيدان راجل كبير بالعمر وكان محتاج ناس تشتغل معاه. كان واخد فيلل في المقطم بلاط سطوح يعني سيراميك وكده المهم قال لي انا محتاجك يا معلم عصام وباين عليك ابن حلال. قلت له الله يحفظك. وقعدنا ندرج وخدنا ودنا في الموضوع وقال لي ان شاء الله هنبدا اياه من بكره على طول عشان انا واخد شغل والناس مستعجلين. قلت له زي بعض. رحت مع المعلم زيدان ابدا اول يوم شغل في السيراميك. اول ما رحت زي كده مع المعلم زيدان كان سطوح كبير وشغالين زي كده في ارضيات. لاحظت حاجه غريبه في المكان ده في المقطم. كان في ساعتها فيلا كتير وكان في فيلا جنبيني متروسه بوديجاردات مليانه يعني بوديجاردات وسلاح وعربيات جيب شيروكي ودنيا وعيال عامله زي الحيتان. بيني وبينكم كنت مركز معاهم يعني. رحت سالت المعلم زيدان قلت له معلم زيدان مليان الناس دي؟ قال لي يا عم عصام خلينا في حالنا. طبعا المعلم زيدان انا استفدت منه كتير قوي في الصنعه لانه راجل كبير وضئرم ومدقدق في الشغلانه صراحه يعني وعنده خبره. قال لي يا عم عصام. قلت له نعم. قال لي خلينا في حالنا ماليش دعوه بحد، دول اصحاب البلد. قلت له كيف اصحاب البلد يعني؟ انا مستغرب يعني سلاح علني عيني عينك يقدوا عربيات ودنيا قال لي بص يا عم عصام بعد الثوره بعد ثوره 25 يناير قال لي في ناس طلعت وفزت لفوق وهلبت في البلد وفي ناس نزلت للقاع ودفنت. قلت له تمام. قال دول من الناس اللي طلعوا وعملتهم زهزهت.
قلت له يعني برضه ما فهمتش. قال لي دول يا معلم عصام تجار سلاح. قلت له الله اكبر. قال لي دول واكلين البلد والعي، والدنيا معاهم فل الفل، وما تركزش معاهم عشان الناس دي ايديها طايلي، وممكن يجونا ويبعتوا لنا حد ويسببوا لنا مشكله. قلت له يا عم انا بس مع استفسر، انا مالي بيهم، بيني ما بينكم. ساعتها وقفت مع نفسي وقلت يعني البلد دي صراحه يعني ده، وبعدين يعني الوضع ده يستمر كتير، يا تمشي غلط عشان تعلى وتوصل، يا ما توصلش وتقعد مدفون تحت الارض. فكره السفر ساعتها زادت في مخي مليون في المية. بدل ما كنت مفكر يعني مثلا 50%، لا زادت مليون في المية. قلت الواحد يتوكل على الله يشق طريقه برا أحسن ما يقعد في البلد. واستمرت فترة مع المعلم زيدان في شغل البلاط. وقال لي ساعتها يا عصام. قلت له نعم. قال أنا يعني أنت شايف أنا كبرت في السن وهفتح ورشة رخام، إيه رأيك تشتغل معاي؟ قلت له اشتغل معاك فين يا عم؟ قال لي أنا واخد ورشة في شقة تعبان، وانت راجل محترم وانا شفتك عايزك تكمل معاي فرشة الرخام وتسيبنا من البلاط ووش وتعبه، بس توقف معاي في الورشة. قلت له والله يا معلم زيدان انا راجل مسافر. قال لي مسافر فين؟ قلت له مسافر امريكي. امريكي؟ قلت له ايوه انا متزوج امريكيه وكانت عندي من فتره وانا وجودي في القاهره هنا مؤقت يعني. حكيت له الحكايه. قال الله يسهل لك الحال، ربنا يستر طريقك. قلت له الله يحفظك. وكالعاده دايما اتصل علي المعلم نور، قال لي عايز اقابلك على قهوه الخديوي. قلت له زي بعض. كنت شغال مع المعلم زيدان ساعتها، خلصت شغل وقابلته على قهوه الخديوي. جاني زي كده قال لي انت رجعت في كلامك يا؟ قلت له كلامي؟ قال لي الجماعه اللي هيسكنوا معاك. قلت له لا ما رجعتش، بس انت شفت بنفسك سفر الجماعي وانا تلاقيت في شغلي في البلاط، فما يعني ما جاش فرصه، بس انا زي ما انا ما اتغيرتش. قال لي خلاص طب يجي يقعدوا متى معك؟ قلت له في اي لحظه انا جاهز، ما فيش عندي اي مشكله. قال لي خلاص هم عايزين يقابلوك على القهوه معاي ويشوفوك يتعرفوا عليك. قلت له يا عم ما فيش داعي خليهم يجوا الشقه على طول. قال لي لا هيجوك القهوه الاول. قلت له ماشي. طبعا المعلم نور كان عاطيني نبذه عن كل حد فيهم، ووصاني جدا على عم نادي الجبالي، كان راجل 10 على 10. تحياتي ليك وان شاء الله الفيديو ده يوصل لك. راجل ابن اصل مقصر. كان عم نادي دي نادي الجبالي كهربائي، عنده حوالي كان ساعتها 47 48 سنه، 50 في الحدود دي. وواحد تاني اسمه عم نادي برضه نفس الاسم، كان مساعد. وكان في واحد اسمه ابو يوسف، وكانوا الثلاثه موجودين معايا على القهوه، واتعرفت عليهم وسلمت عليهم. وجو تاني يوم على طول اياه جابوا حاجتهم وقعدوا معي في الشقه. صراحه ما شفتش منهم والله كل الخير. كنت انا الوحيد من سوهاج وهم من المنيا، ما حسسونيش ابدا ان انا غريب عنهم. كنا نقعد مع بعض احلى قعدات واحلى سهرات يوم الخميس، لانه الجمعه تبقى اجازه كلنا نسهروا مع بعض. صراحه عشت معاهم ايام عمري ما انساها ابدا. وقالها لي عم نادي الجبالي ساعتها، قال لي بص يا عصام. قلت له قال لي الايام دي لما تروح امريكا هتفتكرها وتقول فين الايام دي لو تعود من تاني. لان كنا نسهر ساعات للساعه 3 والساعه 4، وكان ينضم علينا شاب ابن عم نور اسمه علي، وكان ينضم علينا واحد كهربائي تاني برضه اسمه ابو فارس. وجا في الاخر قعد مع الجماعي، هم خدوا غرفه قعدوا فيها اربعه، وانا الغرفه الثانيه كنت قاعد فيها واحده عشان مكالماتي وكده يعني. الناس احترموا خصوصيتي، ما شفتش الا منهم كل الخير، وعشت معهم اجمل ايام وكانت اجمل صحبه. عشان في ناس معطلع سمعه على المنيويه، المنيويه احسن ناس، اقسم بالله عشت معهم ايام عمري ما انساها. والمعلم بوحه ده تاجر خضار ومع يبيع انابيب بوتجاز، المهم معتجر في كل حاجه. شاب جميل زي كده، والعمه والجلابيه الصعيدي والفتوني. كان يقول اقول لك يا معلم عصام، اقول له قول. يقول لي انت حقدها تروح امريكا وترطم انجليزي هناك. قلت له ان شاء الله هرطم انجليزي. قال لي والله العظيم هتوحشنا، تعودنا عليك، والشقه دي من غيرك ما تستكنش. بس ده ما كانش ايه يعني سكني معانا، بس كان يجي يسلم على اولاد عمه، ياخد سهره معانا ولا حاجه ويمشي. وكنت طبعا انا في ناس كتير في التبه اتعرفت عليها مش عايز انسى حد. وفي ولد شاب يعني قمه في الجمال وقمه في الاخلاق، كنا نروح انا ونور نقعد عنده ونسلموا عليه. طبعا مسيحي هو بس راجل محترم، عمري ما شفت منه الا كل الخير. الناس كلها حلوه، الناس كلها 10 10. لا حسينا مثلا نقول ده مسيحي ولا مسلم، ما فيش الكلام ده كان. والناس كلها يد واحده. واللي ما تشوفه في الاعلام والكلام ده كله نصب في نصب، والله كلهم اخوات وناس 10 10. لدرجه انه الشخص دي انا طبعا اتعرفت عليه، عرفني عليه المعلم نور، كان لقبه نسر. لدرجه انه نسر دي كنا نروح نقعدوا على المصطبه بتاعته اللي بره قدام بيته. سلامي ده ليك ان شاء الله يوصل لك.
فقال لي يا معلم عصام انت مش صنايعي سيراميك؟ قلت له صنايعي سيراميك. هو كفيف عامه يعني، مسيحي وكفيف. قلت له ايوه صنايعي سيراميك. قال لي طب انا عايز ابلط ايه غرفه عندي فوق، والمصطبه اللي احنا قاعدين عليها دي هاي معتلمنا ونقعدوا عليها. قلت له تحت امرك، من اللي عندي قبل اللي عندي. قال ما بلاش موضوع العيون. قلت له الف سلامه عليك. هو حكى لي حكايه انه هو فقد عينه ازاي ساعتها يعني وكده، وانا برضه اشتغلت له. وكان ساعتها طبعا هو معطلع لي رملي، وانا كنت محرج منه. يا عم هتطلع رمله ازاي؟ قال لي عشان اعمى مثلا يعني. قلت له لا عز الله انا ما قلتش كده. قال لي لا والله يا عصام هطلع وهتشوف شغلي وهتلاقيني 10 على 10. وكانت زوجته معاه برضه معطلي معاه رملي، وانا كنت بلط لهم الغرفه. قال لي يا عم عصام مش هديك فلوس. قلت له عيب عليك، فلوس مين؟ انا مش بحكي في فلوس. قال لي بس هعمل لك اجمل اكل واحلى اكل. وعمل لي لحمه ساعتي، وكان معاه ابنه يعني كان عنده 10 سنين او 9، صغير، كان اسمه ديفيد. كنت على طول اقول له ديفيد شارلي سامحون دي. وكنا بنبطش هزار وضحكه مع بعض. فانا عشت في التبي ايام عمري ما انساها في حياتي ابدا. ساعتها طبعا ايه خلصت للمعلم نسر وكان مبسوط مني. قلت له يا اخي انت مسافرش لي؟ ده حتى الجماعه الامريكان دول قرايبك زيك يعني. قال يا عم عصام الناس دي ما عندهاش، انت فاهم الدنيا، ما يعرفوش حكايه ان انا مسيحي او كده يعني. الناس دي ماشيه بالقانون والورق. قلت له الله عليك. قلت له بس المهم انا لما اروح هناك عايزك ما تقطعش اخباري وتتابعني، وان شاء الله الفيديو ده يوصل لك. والف الف مليون سلام ليك ان شاء الله انت وكل اصحابي اللي عرفتهم في التبه، مش عايز انسى حد. وخلينا نكمل موضوعنا برضو. لما انا كنت عايش في الشقه كان طبعا عم نادي كان اقرب واحد لي، لان كبر سنه وحكمته وخبرته، وده كان يديني اياه حاجات كتير كنت افهمها منه واعرفها. فالمهم في يوم صحيت الصبح بدري، يعني اليوم ده عمري ما انساه، دي لحظات مش هتتنسي. الساعه 10 الصبح بالظبط لقيت ايميل جياني من الاميجريشن انني لازم اروح ادفع فلوس الموعد المقابله. يعني لما شفت صراحه يا جماعي البريد الالكتروني جاني على الايميل على طول. اتصلت على زوجتي قلت لها جاني ايميل جاني ايميل، وعم نادي كان قاعد في الغرفه الثانيه وجاي يجري يا عصام ايه الحكايه مالك؟ كان يخاف علي قوي. قلت له لا والله بس جاني ايميل وايميل مهم. قال لي يا فرج الله يا فرج الله خلاص يعني. قلت له لا ده طالبين مني اروح ادفع فلوس. قال لي فيها دفع فلوس؟ قلت له ما فيش حاجه ببلاش. طلب مني ساعتها اروح ادفع حقيه الفيزا يعني واجراءات الورق وكده يعني. فساعتها اتصلت على زوجتي قالت لي عصام ما تتاخرش، روح على طول وادفع الفلوس. رحت طلعت على البنك. ساعتها طبعا ايه عم نادي قال لازم اجي معاك. قلت له والله تشرفني وتنورني. والمعلم نور برضه جاء معاي. قلت له احنا هنطلعوا العنوان على الجي بي اس بالتليفون بتاعك. قال لي معلم نور جي بي اس مين يا ابوي؟ يا رجال الاثنين نركبوا تاكسي. قلت له مش هركب تاكسيات، احنا نتمشوا مع بعض زي كده وندردش احنا وماشيين، وانا عايز اتدرب على الجي بي اس. قلت اتدرب؟ طلعت الجي بي اس على التليفون. وطبعا ايه الجي بي اس في مصر يضحك عشان باللغه العربيه، انا حاليا بستخدمه بالانجليزي. يقول لك انحدر يمينا انعطف شمالا كده. يعني اللغه العربيه جدا على الجي بي اس متعبه وغريبه، ويرد يعني. انعطف الى اليمين قليلا. المهم معلم النور يقول المخروب ده هيوصلنا يا عصام. قلت له يا رجل هيوصلنا. عم نادي بحكمته وفطنته راجل كبير في السن قال له يا عم نور الحاجات دي اخترعوها الاجانب والامريكان، الناس دي ما وصلتش من فراغ، هيوصلنا بس اهم حاجه عصام يكون ماشي عليه صح. قلت له لا انا ماشي صح والسهم ماشي اهو، يقول خذ يمينا وخذ يسارا. كانت اول تجربتي مع الجي بي اس. خدت بعضي وقعدنا ماشيين بالجي بي اس لحد ما وصلنا فين للبنك بالظبط. قال نور واه يا اولاد بسم الله ما شاء الله وصلنا للبنك بالظبط. قلت له يا راجل عيب عليك ده جي بي اس. المهم كانت اول يعني انا عايز ادرب نفسي على كل الاجواء، لان الجي بي اس هنا في امريكا شيء اساسي لا غنى عنه، مش هتعرف توصل اي مكان. وصلت البنك الجماعه استنوني برا، دخلت كان موظف البنك موجود. قلت له انا عندي مبلغ عايز ادفعه في حساب السفاره الامريكيه موعد مقابله. قال لي تفضل. قعدت وخد بياناتي ووريته اياها الايميل اللي جاييني ودفعت بالمصري. اول ما دفعت بالمصري طبعا نقص حوالي نص جنيه، مش عارف كان معي 20 جنيه او 10 جنيه حاجه زي كده. قال لي خلاص يا استاذ انا هدفع النص جنيه. شوف الحته دي، لو ما عملتش لايك وشير اعمل لايك وشير، وما تنساش الاشتراك في القناه وكومنتك الجميل. جا قال لي انا هدفع النص جنيه. قلت له زي بعض بارك الله فيك. وخدت بعضي واعطاني ايه وصل الدفع وطلعت. المعلم نور عصام تمام تمام، عم نادي عصام تمام تمام. روحت السكن
زوجتي رنت علي: يا عصام دفعت الفلوس؟ قلت لها دفعت. قالت لي: خلاص المحاميه عايزه تعمل لك مقابله شفويه كده بالفيديو، تسالك بعض الاسئله كانها قنصل. قلت لها زي بعضه. اتصلت علي برضه المحاميه من امريكي وسالتني شويه اسئله هيبقوا هم نفسي يعني الاسئله اللي هيسالوهمني في السفاره. عرفت على زوجتك ازاي؟ لك كم سنه تعرفي؟ طيب هي تشتغل ايه؟ كده يعني معلومات عنها كامله واجاوب عنها. قلت لها ساعتها انا هحكي بالعربي. قالت لي احكي بالعربي وزوجتك معاي هترجم لك بالانجليزي. قالت لي: وانت من حقك انك تحكي بالعربي. وقالت لي: عصام انا مش عايزاك تخاف، لانه الجايه الثانيه اللي جاتني زوجتي فيه دي اكدت انه احنا علاقتنا حقيقيه، لانه هي جاتني مرتين. المهم خلصت المقابله مع المحامي، ويمكن حوالي بعدها باسبوع جاني بريد ثاني وكانت الصدمه. قال لي: تم الغاء موعد المقابله وما اتحجز والفلوس ناقصه. قلت: فلوس ايه الناقصه؟ انا دافع الفلوس على داير المليم. وتعصبت وزعلت وقعدت اخبط في الباب. جاني عم نادي بحكمته وخبرة سنين قال لي: اهدي وما تزعلش نفسك. قلت له: يا عم نادي ازعلش نفسي كيف؟ ده انا من سنين مستني الموعد دي. قال لي: يا راجل استهدى بالله، كل حاجة لها موعد لها اذان، ولسه عيشك ما تخلصش في امريكا. قلت له: يا عم نادي انا ما عشت حكم ومواعظ. قال: يا ولدي مش حكم ومواعظ. طب اقول لك حاجة. قلت له: قول. قال: باذن الله يا عصام هتسافر وهتروح امريكي وهتتذكر كلامي وهتضحك على الايام اللي كنت تتعصب وتتشنج فيها وزعلان، وهتقول يا ده كانت ايام وعدت. وبالفعل جات الايام يا عم نادي اللي انا اتذكرت الكلام دي، ومعقول يا ريتني الواحد ما كان اتعصب. فعلا لو لك نصيب في حاجه هتاخدي، اوعى تزعل واوعى تتعصب. ساعتها طبعا انا كنت عصبي جدا. خدني في حضنه وقال لي: استهدى بالله ونشوف الدنيا هتمشي فين ورايحه ازاي وهتعرف كل حاجه. قال لي: الناس دي الاجانب ما فيش حاجه عندهم هباء المنصوره ما تروح، انت خايف على الفلوس؟ قلت له: لا انا على العطله. وطبعا اتصلت على زوجتي كانت متعصبه وزعلانه وازاي حصل وما حصلش. قلت لها: يا ستي كلم المحاميه واعرف ان هي السبب، مش هنقعد نخبطوا ببعض، انا مش فاهم حاجه، انا ايميل جاني وده اخري مش عارف اوصل للحاجه اكتر من كده. وبالفعل كلمت المحاميه طبعا بعتت على طول الاميجريشن. المحاميه طبعا ليهم سكك وليهم الدنيا يعني هي ما يوصلوا اسرع منا. جات المحاميه زي كده قالت لي: عصام الفلوس اللي انت دفعتها ناقصه، لازم تروح البنك اللي انت دفعت منه وتكمل باقي الفلوس. طب ادفع كام؟ قالت لي: في البريد مكتوب لك عندك الفلوس اللي هتدفعها سنتات. عارفين يعني ايه سنتات؟ ما يعادل بالمصري كان ساعتها 50 قرش. عشان كده انا قلت في اول الفيديو نص جنيه كان السبب في الغاء المقابله. والله على ما اقول شهيد، لا تهويل ولا كذب ولا نفاق. انا في امريكا دلوقتي ومعي الجنسيه ومش محتاج ان انا اكذب. يعني ربما حد يستظرف او يقول انت ما تضحك وانت ما تكذب. ده اللي حصل. رحت لموظف البنك دخلت عليه قلت له: يا اخي الله يسامحك ليه بس عملت فيك دي؟ ده انا الموعد ده مستنيه من سنين. قال لي: استهدى بالله يا استاذ، مالك؟ قلت له: بسببك. فاكر لما جيتك المره اللي فاتت واعطيتك فلوس قلت لك عايز اورد ثمن مقابله للسفاره الامريكيه لحساب السفاره الامريكيه؟ قال لي: معلش والله انا مش واخد بالي. قلت له: لا انا جيتك وقلت لك ساعتها عايز ادفع مبلغ. قال لي: المهم ايه اللي حصل؟ قلت له: المقابله اتلغت بسبب نقص في الفلوس. فاكر النص جنيه اللي قلت انت حضرتك انت بنفسك هتدفعه؟ قال لي: معلش يا استاذ والله ممكن نسيت، ده خزنه ومش عارف ايه. قلت له: طيب ماشي، انا دلوقتي بسبب الموضوع دي المقابله بتاعتي اتلغت وما عرفش هتتحدد متى. قال لي: يا خليها على الله، عامه هندفع الفلوس. كملت النص جنيه والله دفعت نص جنيه وخدت وصل وطلعت وبعت بيه صوره للإيميجريشن مع البريد الالكتروني. وبعد كده طبعا بعدها بفتره حددوا لي موعد المقابله. جاء عم نادي قال لي: عملت ايه يا عصام؟ قلت له: دفعت النص جنيه. قال لي: معقول يا عصام عشان نص جنيه؟ قلت له: ايوه الناس دي مش معتهزر، عنده نظام وسيستم ومحدش يقدر ياخد حاجه مش بتاعته. نص جنيه ده هيخش في خزانه الدوله بتاعتهم، ما فيش حد يقدر يتطاول عليها. وده يوريك الامانه عندهم، انه انت الحاجه دي بكدك ده يبقى كدك دي، لا فيها قرطفه ولا فيها عضعضه ولا فيها ايه حد يروح شمال ولا يمين. زوجتي ساعتها قالت لي: عصام لو سنت من امريكا، قالت لي لو سنت للامريكا عايزينه منك لازم تدفع السنت دي، انت هتجي هنا وتشوف الكلام دي. قلت يلا على بركه الله. بعد ما دفعت الفلوس وتمام التمام حدد لي موعد المقابله. طبعا انا عايز اقول حاجه برضو، انا اتاخرت في الفيديو دي عليكم لاني طبعا المفروض كان نزل الخميس، بس غصب عني كان عندي شغل سيراميك خلصته، حمام كامل تكشير وتركيب الحمد لله. وبنفس الوقت
في تجهيزات وتقنيات بعملها للقناه، معدات واكسسوارات. وانا قلت في اللايف اللي يسمع اللايف، فالفتره اللي فاتت دي كنت متدرب على شويه حاجات ان شاء الله، لاني عايز ادعم القناه ببرامج جديده وحكاوي جديده. لان في ناس كتير ما تقول لي يا عمد انت ما تتاخر علينا في الفيديوهات، والله غصب عني. بس ان شاء الله انا بعد ما جبت شويه الحاجات دي مايكات، وعايز اعمل لكم بودكاست. بس انا البودكاست ليه خطط تانية عندي، فانا والله في تجهيزات كتير ما اعملها عشان خاطركم، عشان متابعيني تليق بيهم اجمل وافضل الحلقات. فانا الفتره اللي فاتت دي كنت متدرب على برنامج معين، الحمد لله شربته. بس شويه هي التقنيات دي كانت تعبانه، طلبت حاجات من امازون ومش عارف ايه، فكله ده خد معي وقت، عشان كده غبت عنكم. بس ان شاء الله مش هغيب تاني. وزي ما قلت لكم وشغل السيراميك برضه. وفي طبعا حاجه تاني، الكتابي، انا من عشاق الكتابي، ففي جزء من وقتي ما يروح للكتابي، ومع اكتب ومع اتدرب. وعندي روايه اسمها الحلم والكابوس، ان شاء الله لو قدرت احط لكم لينك في صندوق الوصف، اللي حابب يقرا، اللي حابب يعني تشوف الكتابي بتاعت العمده اللي انتم هتحبوه، وطريقه السرد بس كتابيا، ده اللي ما يحب الكتابي. لو حابين يعني هحط لكم لينكات، ده اذا قدرت باذن الله. ففي حاجات كثير الواحد ما يشتغل عليه، ده غير شغلي، ده غير حياتي. فما تزعلوش على التاخير وحقكم علي. واحنا كده وقفنا ايه، الموعد المقابلي هيتحدد، فان شاء الله في الحلقه القادمه هنشوفوا المقابله اللي هتحصل معاي في السفاره الامريكيه، واللي تم واللي حصل باذن الله هنشوفه مع بعض في الحلقه الجايه. واشوفكم على خير، وتحياتي ليكم. واللي ما عملش لايك وشير يعمل لايك وشير، وان شاء الله نتقابلوا في الحلقه الجايه في موعد المقابله. تحياتي ليكم.